السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا كاملين بكم بخير على خير ويكون نهاركم داز مزيان. مرحبا بكم فيديو جديد ووصفة جديدة على قناتي لانسا كيتشن. كنتمنى تدعموني بلايك او سبسكرايب وما تنساوش الضغط على الجرس باش يوصلكم اي جديد. وبالنسبة للناس اللي باقي ما اشتركت معنا في القناة كنتمنى تضغطوا الاشتراك باش القناة ديالنا تزيد تكبر ويشوفوها ناس كتر. فضلا وليس امرا ما نطولش عليكم، نبداو الفيديو. ودائما مع تحضيرات العيد اليوم غنشارك معكم حلوة الخليط الشمالية. كتجي رائعة، لا الشكل ديالها ولا في المذاق، كتجي هشيشة وكتذوب في الفم. طريقة اللي سهلة، مكونات اللي بساطين وكتحضر بسرعة. خليكم مع طريقة التحضير. بالنسبة للمكونات غادي نحتاجو المكونات اللي بسيطة. اول حاجه غادي نحتاجو 4 كيلو ديال الزبده. انا عندي هنا نص كيلو، غادي نعمل جوج قياسات. انا غنديكم قياس ديال واحد وانتم الا بغيتو تضوبلو على حسب الرغبه ديالكم. عملت هنا كاس ديال السكر، اي نصف كاس ديال السكر. غادي نخلطو مزيان. غنضيف جوج بيضات. كما قلت لكم انا عندي هنا جوج قياسات، ذوبت القياس. غادي نضيف جوج كيسان ديال الزيت العاديه. الا كنتو متو قياس واحد عملوا كاس ديال الزيت العاديه بركه. غادي نخلطوا المكونات مزيان. غنضيف واحد فاني، كاس ديال الجنجلان، وكاس ديال اللوز مهرمش اللي هرمشتو في الهاشوار. قبيصه ديال الملح نسيتها. واحد الخميره من فئه 8 غرام. الا كنتو تعملوا جوج انا عملوا جوج خمارات. من بعد غادي نضيف الدقيق. بالنسبه للدقيق على حسب الخليط، يعني عندكم ميزانكم نتوما كتجمعوا العجينه نتوما كتشوفوا. المهم العجينه ديالنا ما خصهاش تجي قاصحه. كما كتشوفوا غادي نوريكم القوام اللي خصها تكون، كيفاش خصها تجي العجينه ديالكم. يعني ما تعملوش الدقيق دفعه واحده، ضيفوه شويه بشويه وانتم كتشوفوا عندكم ميزانكم. نتوما كتجمعوا نتوما كتشوفوا. الا كانت العجينه باقي خاصه كتضيفوا. غير تشوفوا العجينه يعني ما بقاتش كتلتصق في اليدين ديالكم، يمكن لكم تشكلوها صافي. هذاك هو القياس ديالها. كما كتشوفوا العجينه كتجي على هذا الشكل هذا. غادي نجمعها مزيان بحال هكذا. كتجمع غير بالاصابع وصافي. كما كتشوفوا هذا هو القوام ديالها. من بعد غادي نكورها كويرات صغيره بحال هكذا ونوضعها في لاطه ديال الفرن. ونستمر بنفس الطريقه حتى تسالي كميه كامله.
كما كتشوفوا غادي نضغط عليها بهاد المرشه بحال هكذا. غادي نعملو في الطحين ونضغط عليها باش ما تلصقليش العجينه في المرشه بحال هكذا. كما كتشوفوا كزولها غير بشويه. كما كتشوفوا حركه اللي بسيطه، ما كديش منك شي جهد اللي كبير، سهله في التحضير ديالها. كما كتشوفوا كتجي على هذا الشكل هذا، وغادي ندخلوها للفرن. انا غادي نطيبها في الفرن ديال البوطه. غادي اول حاجه ندخلها النار تكون من التحت، من بعد ما تشوفها تحمرت لنا من التحت غادي نضبطها باش تحمر من الفوق، ولكن من الاحسن ما تصاش تحمر بزاف، تجي على هذا اللون هذا كما كتشوفوا. هذا هو اللون اللي خاصها تجي عليه، ما خاصهاش يتحمر، يعني خصكم تردوا معاها البال في الطياب. غادي نفندها في السكر كلاصي بحال هكذا. كما شفتوا ما عملناش فيها السكر بزاف، انا عملت جوج قياسات، عملت فيهم غير كاس. نتوما الا كنتو غتعملوا قياس واحد عملوا نص كاس، حيت هي اصلا كتفند في السكر كلاصي كما كتشوفوا، يعني كتجي حلوه. من الاحسن يعني الا كنتو كيعجبكم الحلاوه تضيفوا السكر كتر. كما كتشوفوا الحلوه ديالها كتجي على هذا الشكل هذا، كيجي الشكل ديالها رائع، وحتى المذاق ديالها روعه، هشيشه وكتذوب في الفم. كما كتشوفوا غادي نقسمها معكم. كنتمنى يكون عجبكم الفيديو، وما تنسوش تخليوا لي الراي ديالكم في الكومنتير، وتضغطوا لايك، والصحه والراحه.